بيتزا هشة وجميلة بالفراخ الكريسبي وصوص الرانش، حاجة تحفة وطعمها جميل ورهيب. تعالوا نشوف عملتها ازاي. بالنسبة للفراخ الكريسبي مقطعاها بالشكل ده، هحط لها بابريكا وملح وفلفل وكاري واقلبهم كويس مع البهارات بحيث كل قطعة فراخ تبقى واخدة بهارات ومتشرباها. هبدأ احضر بيض ولبن وبقسماط مخلوط بكورن فليكس، وهتبل الدقيق بملح وفلفل وبابريكا وبودرة ثوم. هبدأ اجيب قطع الكريسبي او البانيه احطها في الدقيق، وهحط على اللبن والبيض فلفل اسمر، واحط زي البانيه بالظبط. احط على البقسماط وهنا عاملاه ميكس بين بقسماط وكورن فليكس مطحون ناعم، وهكرر لغايه ما اخلص الكميه اللي معايا. بعد ما اخلص الكميه اللي معايا هحفظها في الفريزر لغايه ما اجي اقليه بالمنظر ده. هجهز الصوص الرانش 4 معالق مايونيز و3 معالق زبادي او ساور كريم، فلفل اسمر وملح وبودرة ثوم وبودرة بصل وكمان شبت مفروم ناعم، وهقلبه وهحلهم برايب لغايه ما احس ان سمك الصوص حلو كده معايا بالمنظر ده. عجينة البيتزا انا حاطه نص كيلو دقيق، هحط عليه السكر والملح والخميره ومعلقتين كبار زبادي ومعلقتين كبار زيت، وهعجن بالميه الدافيه لغايه ما العجينه تتلم معايا بالمنظر ده، وهعجنها كده على الرخامه معايا بالشكل ده، وهرجعها الطبق تاني واغطيها بالاسترتش بفوطه واسيبها في درجه حراره المطبخ تخمر. هبدأ اجهز قطع الفراخ الكريسبي اللي هتتحط على وش البيتزا، واحمرها بالمنظر ده زي البانيه العادي. تحفة، كان طعمها جميل. بصوا معانا عاملة ازاي كريسبي مقرمشة، حاجة تحفة. هقطعها قطع عشان احطها على وش البيتزا. والعجينة معانا خمرت، الكمية دي هتعمل معايا 3 بيتزات كبار. هنزلها على الرخامة مع رشة دقيق. افرد العجينة بشكل الرول واخد منها قطعة للبيتزا، واسيب الباقي كده على جنب، وابدأ افردها. افرد العجينة على قد الصينية وهنقلها في صينية مدهونة زيت، وابدأ اخرمها عشان اوقف التخمير بتاعها متعلاش معايا. اوزع عليها صوص الرانش اللي احنا عملناه تحفة وجميلة. افردها على ارضية البيتزا، وبعد كده احط قطع الفراخ الكريسبي. اوزع القطع الكريسبي كويس على ارضية البيتزا عشان تبقى مليانة كده فراخ وطعمها حلو. ومعايا زيتون وفلفل، هضيف الموتزاريلا الاول على البيتزا. بعد كده اوزع الفلفل والزيتون. كده جاهزت معانا، هدخلها فرن سخن على الارضية، هتبقى معانا بالشكل ده تحفة، الريحة والطعم جنين. هبدأ اضيف عليها صوص الرانش اللي احنا عملناه سوا مظبوط، والشكل جميل وخرافي، والريحة مش عايزة اقول لكم عاملة ازاي. هبدأ انزلها كده واقطع لكم حتة منها. تحفة، يعني حاجة جميلة في البيت اوفر لنا من بره كتير. جربوها، يا رب الوصفة تكون عجبتكم. صحة وهنا على قلوبكم.